السعادة تتلخص في كلمة واحدة: أن ترضى بما أنت فيه. ارضى أنت، تتمكن تتحدث، تتمكن تتحدث، ما تتمكن ارضى وانت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير تشوفون فيديو اليوم. إلهي لك الحمد حمد الشاكرين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. حبايب قلبي، طبعا اليوم روتين، حبيت أسوي وياكم الغداء وأخبز وياكم الخبزات بالتنور الكهربائي، وراح أعطيكم رأيي بيه. التنور الكهربائي طبعا مو جديد، هو قديم عندي بس حبيت أسترجعه وخبزت بيه، وإن شاء الله أشوفكم النتيجة مالت الخبز، تشوفون أثناء الفيديو ولو شفتوها بالمقدمة. بس حبايب قلبي، قبل ما نبدي فيديونا حابة تصلون على محمد وعلى آل بيت محمد وتنوروا للتعليقات، ولا تنسون اللايك. حبايب قلبي لا تنسون اللايك، أكون شاكرة وممنونة لكم. حبايب قلبي، طبعا اليوم راح ملينا من اللحم والسمك والدجاج. طبعا اليوم راح لو هو هم دجاج يعني، بس ما بي لحم، يعني بي لحم يعني مثل ما يقولون. هسه تشوفونه ليش هسه انا بعد احذركم. حبيت اسوي تبسي، مشتهين تبسي، الجهال يحبون التبسي اكثر شيء عند البنات يحبونه يعني، والولود يحبون بس المرقه مالته. التبسي انا هيك اسوي: اذا اخلي بوتيته ما اخلي باذنجان، واذا اخلي باذنجان ما اخلي بوتيته. بنات هاي طبعا طريقه المناسبات، واخذتها يعني من شيف، يعني هذا طباخ مال اعراس او مال مناسبات، فتعلمتها من عنده. شفتوا بنات الطريقة قدامكم شلون سويتها. قليت الباذنجان، وبعدين قليت البصل والفلفل الحار والبارد، حمصت شوية البصل لأنه البصل ذا تحمص بالتبشي يطلع فلة. جربوا بنات هذا الطريقة كلش طيبة. طبعا أنا قلت أسوي فارغ، بعدين قلت لا، إنه قلت عندي هاي رقابي وشون رقابي يعني مدنفشات كلهن لحم، فقلت خلي أضيفهن للتبشي هم يصير طعمه حلو. وهنا بعد همين ضفت السوب مالت الدجاج وصفيته، وراح اضيفه الى البهارات، ضفتها عليه كركم، بهارات مرق عام، وخليت عليها بابريكا وشوية فلفل اسود. نفس الطاوة يعني خليتها بنات. بقت عندي الطماطة راح اخليها كلش بالاخير. الطماطة ما اقليها، والفلفل همين ما قليته، بس هيك ذبلته شوية يعني، بس لا حتى الحرارة. راح اضيف النكهة مالت المندي همين عليه. طبعا هاي عندنا زايدة من اكل الجاهز، وراح اخلي كاتشب ومعجون وملح، وهاي الصلصة راح اخليها عليها، يعني ملح ما اكثر لان انا مخليه ملح على الخضروات. وراح اسوي وياها تمن شعرية بسيط، وسويته وياكم دائما اسوي وياكم تمن الشعرية، اخلي عليه دارسين او هيل، يعني دارسين وهيل، ومرات يعني اخلي بس دارسين، ومرات اخلي بس هيل وكركم. يطلع كلش طيب ويا الشعرية، يطلع كلش طيب. احنا يحبونه هذا التمن على هذا الشكل. شوفوا بنات، الدجاج هناك كشفته، يعني مو بس جبته وخليته فوق الخضروات، لا، بحيث هو اخذ من مونة الخضروات والخضروات اخذت من عندي. حبايب قلب الطريقة قدامكم هنا هسه. حبايب طبعا حابة اشكركم واشكر متابعيني الجدد على تفاعلكم بالقناة. ان شاء الله شجعوني انشر لكم بعد فيديوهات. اريد اغير من محتوى القناة، شجعوني شوية يعني. الصراحة تعبت من الروتينات، كلش تعبت. ويا ريتها من تعبت يعني ما جاي تخلون لايك للفيديو، والفيديو ما جاي يصعد. بما انه يعني هو الروتين كلش متعب، يعني كلش متعب انه، وخصوصا احنا يعني نسوي الروتين من كل قلب، يعني مو هيك شغل عادي، من قلب، من كل قلب نسوي. فيعني اذا بالتصوير يتعبني، يعني مو اقولكم بعد ما اسوي روتينات بالبيت، لا اسوي. شوف الدهن السوالي بالطباخ، مشكلة الدهن، العفو الزيت. الدهن ما هيك يبعثر دهن هواي على الحيطان وعلى الطباخ. طبعا هذا بعد ما خلصت كل خليت الطبقات، والطبقة الأخيرة خليت الباذنجان لأن هو ذايب. طبعا الباذنجان ما قلت لكم قبل ساعة أنا مقطعته وخلي عليه ملح وخلته بمصفي حتى يصفي الماي الزايد اللي بيه، حتى ما يشرب دهن عندنا. حبايب، هاي الخلطة خلطتها طبعا بالقوطة مالت المعجون. أتمنى الطريقة حبايب قلبي طبعا تستفادون من عدها، لأن طريقة كلش حلوة بنات، وكلش همين سريعة. يعني بنفس الماعون وما أقليهم كلهم، يعني بس الباذنجان. هسه تقولون ليش ما خليتي بوتيتا؟ حبايب قلب البوتيتا صدق تاخذ طعم الخضروات، يعني البوتيتا كلش مو حلو على هذا التبشي.
يعني هي مو حلوة، حلوة بس شنو لازم تخلينها، ما تخلين وياها باذنجان. يعني تسوين شلون تبسي بوتيته وتبسي باذنجان هذا يقولوا له، يعني تبسي خضروات. يعني واحد مو الا يعني يسوي عليه اشكال والوان، يعني دجاج وهاي. يعني احنا الدجاج بين يوم ويوم كل 3 ايام ناكل مرة دجاج يعني، وننوع. خو ما اخليها بس فاصوليا وحمص وهاي الشغلات، لا حمص انا ما اسوي يعني، بس فاصوليا مرات اسوي. بس هم ها الفاصوليا اذا اسويها مرتين بالاسبوع ما يقبلون، يردون الدجاج، يموتون على الدجاج. هاي من الصغير، من كان صغير يقول له دجاج، يحبون الدجاج، يحبونه بس ما يحبونه هيك تخلين قدامهم هواي، لا يحبون ياكلونه يعني بين فترة وفترة، وما يشبعون من عنده. ناس حبايب قلبي طبعا هذا التنور الغاز شلع قلبي موتني. وين انا كنت العفو التنور الكهربائي وصلحناه وحطينا له اشياء جدد، بس احنا ما ادري الناس متعلمة عليه، ما ادري احنا ما نحب الخبزة مالته. بناتي ينشف الخبز الكهربائي. بنو توافقني الرأي كتبوا لي بالتعليقات، والله الكهربائي. وثانيا هم اذا عندك خبز هواي يعني يقطع القلب. فقلت انا شماني ما شغلت التنور وخبزتهن. والله خبزت بيه الخبز ما انأكل يعني كلش اذاني. يعني ضميته ثاني يوم سويت تشريب لهم، يلا كيلو ضيعت لهم. النوب بنات هذه العجينة مو مال عجانة همين، يعني اليبوسية من العجانة ومن العجين، العفو من التنور هذا. فاليوم اختكم ايش سوت؟ قعدت الصبح قلت خطية مش اكلوا خبز يابس، اخليهم ياكلوا خبز يابس مو بالحيفانة موجودة. قلت خلي اسوي لهم هلا عجين بيدي واشوف شنو العلة مالته، لان الطحين حلو الناس كلها تحمد بيه. طحين هذا الشهر، مو هذا الشهر، طحين شهر 11 كلش حلو شلون الصفر. والله وعجين بيدي ودثره واخليه يم الهيتر مال شغل جيل الطيبين. والله طلع خبز كلهم حمدوا، قالوا ماما صرنا قد ما ماكلين خبز ترفيه. قلت لهم يلا ماما بعد راح ارجع عجين بيدي شوي شوي وما كثر. مالت المخبز ما ينوكل. والله لو يعني خبز المخبز يعني مو مثل قبل. خبز المخبز قبل حلو، الخبزة تبقى ترفيه يوم كامل. هسه ماكو خبزة المخبز مثل الكلينسة. شايف الكلينسة؟ مثل الكلينسة يعني حتى طعم ما بيها. ما ادري ليش يعني انتم هم قللتوا الكمية، هم الخبزة مو حلوة. يعني ما يصير هيجي. يعني هو مو بس المخبز، مو بس اصحاب المخابز، يعني هو السوق كله صاير هيجي. هم غلوا الاسعار وهم الحاجة صارت رديئة. يعني كل شي صار هيجي شغلة عندنا بالعراق احنا. يعني انتو لو مغلينها ومخلينها على حالها، يعني الحاجة الأكلة كله شاي، يعني كله حتى تقللت كمياته وعقولت أسعاره. وما نقول بس الله يعيننا ويعينكم على هالغلاء هذا. هسه احنا بعد خبزاتنا طبعا احنا صار حلوات بالبداية وتغدينا بيهن، بس العصر بعد ما بيها مجال، ما قاموا يتأكلن. فضميت ثاني يوم سويت بيهن تشريب وأكلناهن. بس لا ثالث يوم اللي هو اليوم، طبعا صار 3 ايام من صورت هذا الفيديو، اللي هو اليوم لا بعد جيت خلي عجين بيدي واخبز بيدي. والله صار خبز روعة روعة وترف وجيت حلو. هنا هسه حبايب شوفوا طبعا التبسينة شلون صار منظر يجنن. سهمكم العافية. جعتوا ها؟ تعشيتوا بعدكم ان شاء الله 9:30 ان شاء الله ان شاء الله. انا جاي ورا العشاء جاي منتجه. هذا اذا وصل 9:30 وبعد ما اوصل ما راح نشره اليوم، نشره باكر. حبايب قلبي طبعا هذا التمن همين صار، وهذا الخبز اتمنى قدامكم. هذا لو عليه تنور زين يصير يخبل. هو يعني نوعا ما ترف، بس احنا نحب اللي انا بالنسبه لي احب الخبزه ترفي، ما احبها مو مكسبه. فرق بين المكسبه واليابسه. هو قاعد يسوي خبز يابس هذا التنور. بعد ضميته. وشوف حبايب قلبي طبعا هذا اللي غدانا جهز. ما ادري ليش هذا الفيديو هيك صاير. غدانا جهز وحابة اقول لكم سهمكم العافية. وعلى هذا الطريقة صبيناه وخلينا وياه الطرشي والتمر وخير من الله. ان شاء الله انتظرونا بفيديوهات جديدة حلوة ومرتبة. طبعا شوفوا حبايب هذا الفيديو مصورته للانستغرام، وان شاء الله همين باكر نشره.
مو اليوم باكر انشره. طبعا انا ما اصور اليوم، اذا مصوره اكله ما انشرها بنفس اليوم من الانستغرام، لان تصير مو حلوه من انشرها باليوتيوب. فهذا غداني حبايب قلبي. اتمنى استفادت من الفيديو حبايب قلبي، واستمتعتوا بوقتكم ويا الفيديو. لهنا هسه حبايب قلبي اقولكم اترككم في حفظ الرحمن، ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واللهم صل على محمد وعلى ال بيت محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد. حبايب قلبي لا تنسون اللايك، اكون ممنونة من يمكم.